السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامع أبو المعاطي وممنوع من العرض. فيلم النهارده بقى فيلم من أفلام العقاد شوية بتاعت نور الشريف. قايم بدور معقد بس قايم بيه بمعلمة وحرفنة جامدة أوي 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 يعني. معلم 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 يعني. هو قايم بدور صحفي، وحصل جريمة قتل في مستشفى الأمراض العقلية، مستشفى بنين يعني، وعايزين يعرفوا مين القاتل. فهو قال هيعمل نفسه انه ايه، مجنون، ويخش ويخش ويتعامل مع المجانين هناك، ويعرف ويعرف الحقيقه منه. اللي انا باخده على الفيلم بقى ده، الفيلم ده ممتاز جدا، بس اللقطه الوحيده اللي يعني في قمه القذاره، بقولها بصراحه كده قذاره، اللي هي ايه، العقده اللي عند نور الشريف. ايه هي بقى العقده اللي دخل بيها المستشفى؟ قال ايه، كان بيحب مراته من زمان قبل ما يشوفها، كان قبل ما يتجوزها كان بيشوفها وهي دايما لابسه بنطلون، والبنطلون بيبقى محز عليها من ورا. وقال ايه يعني يعني وبعد كده اتجوزها، وانت بتقول له ايه، فضلت الاثاره جواك؟ قال له الاثاره كانت جواه. وبعد كده يحسسك بان في حق انه كان بيمارسها من الضبط او من الخلف مثلا، فشاذ انه شاذ. وبعد كده برضه جابوا ان هي كانت شاذه، وقالوا إيه، ده بتحب تتضربي ومش عارف ايه بالهزيمه. الدكتور اللي بعد كده هيقولها لها يعني. ليه ان يخش، ليه يكون السبب في دخول المستشفى سبب قذر زي ده؟ يمكن عقده نفسيه ودخل المستشفى عاديه جدا، لكن لازم يعملوا حاجه قذره كده في الفيلم، او حاجه سوء كده، زي في لقطه كده يا دوبك ايه، مش لاقي حاجه يعرضها في الفيلم، إيه، سكس، فجايب وجبه مديحه كامل. إيه يعني، في ناس في التمثيل كده وفي الاخراج بيعملوا حاجات تافهه كده، يعني ايه، بتدل على تفاهه الايه المنتج يعني. يبقى معاك توتايه جميله جدا جدا جدا، بس وانت بتقدمها قدمتها على صفيحه زباله، ملهاش طعم. هو ده الفيلم ده بالظبط كده، سبب دخوله المستشفى ده سبب حاجه لا تعقل يعني. دي اللي انا باخدها ايه، واخدها عليه فعلا يعني. ف هيخش السجن فعلا، وبعدين هيكون هي في 3 شخصيات. هو عايز نفسه ايه، يقابل ال3 دول، لان ال3 دول شافوا جريمه القتل. واحد منهم هو محمد كامل، هيعرف منه حاجه واحده بس، ان ايه، ان القاتل بيلبس بنطلون ابيض. معنى كده ان القاتل كده ايه، يا ممرض يا دكتور. بعد كده هيعرف من التاني اللي هو عبد الرحمن ابو زهره، اللي هو كان عنده برضه عقده نفسيه وقاعد في وجوه المستشفى، بانه عنده عقده. هيعرف منه انه ممرض. ناقص ايه التالت الجميل دلوقتي بقى، قايم بدور روعه جدا جدا. ايه شوف بس، شوف السبب بقى، شوف الفرق بقى من ايه سبب دخول نور الشريف، وهنا دخول جميل ده داخل ليه، عشان خاطر ابنه استشهد وما استحملش الصدمه، ومراته يعني كده. مش السبب السخيف اللي بنطلون مديحه، ايه بنطلون مديحه دي بصراحه يعني، قمه يعني قمه الانحطاط من المؤلف. بالامانه والله، قمه الانحطاط للمؤلف. مش هنقول طبعا اسمه ولا نقول حاجه، انا بقى ده رايي بكره، ان يبقى هو ده ايه ده. شوف بقى، جميل تتدخل عشان خاطر ما استحملش الصدمه، ابنه مات كده. فاخد منه، عرف منه ايه في الاخر، ان هو ايه، اسمه خليل اللي هو مين بقى، احمد بدير. ف هو كده خلاص جمع المعلومات. بس لما جمع المعلومات دي، كانت بتتعرض بعد كده اياميها لصدمات كهربيه. قعد اسبوعين هو في دماغه ان هو بقى له يوم. اتاري هو مغمى يعني ايه، من اثر جلسات الكهرباء. قعد اسبوعين، وبعدين يطلع بقى يحاول يتذكر اسم القاتل، اسم مش عارف ايه، لغايه لما هيمسك فيه فعلا في احمد بدير، قدام الناس كلها ويقول انا القاتل. بس هو هيفضل خلاص اتحول لانسان تاني خالص، عنده انفصام في الشخصيه بطريقه غريبه جدا جدا جدا. لدرجه ان حتى مديحه كمان ملهاش دور في الفيلم يعني. هي مراته كل شويه زعلانه على ان هو دخل يعمل الموضوع ده، ملهاش اي دور في الفيلم بصراحه، وبس جاي عشان خاطر تكشف رجلها كده، والمصور برضه ايه، يصورها من رجلها وبيورينا الفخده يعني. حته يعني خايبه يعني، قوي 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 من المخرج والمؤلف في الفيلم ده يعني. عايز يعمل ايه، حته اغراء في الفيلم. مش مستاهل الفيلم، مش مستاهل الاغراء. القصه مش محتاجه الاغراء اللي انت عامله ده كله يعني.
يعني في انحطاط من المؤلف فيها، او فيها سخريه كده، او فيها عبث في الحته دي. وهي تقرا جواب يخلينا نتفرج على رجلها. ليه نتفرج على رجلها؟ ليه؟ ايه ده؟ فيلم مش بتاع كده خالص، ملوش دعوه بالقصه دي. وبعدين يجيبها بقى وهي بترقص في كبابي يا جدعان بلاش خليكم ارقى من كده يعني. خلي التورتايه يعني بتقدم الهديه على طبق من فضه، على طبق من ذهب، مش على صفيحه زباله. المهم هو بقى هيتحول في الاخر الى مش مجنون، انفصام في الشخصيه. الانسان اللي هو ايه بيعد بيسمى ايه، كانوا بيعد كتاب، فبيقول لك الفصل الاول والثاني والثالث والرابع. بعد كده يجي فواته، يجي يجمعهم، مش عارف الثالث من الرابع من الثاني. عنده سوء تقدير او سوء يعني ما بيعرفش يلم بالموضوع. ده بالظبط اللي قال الدكتور لمين، لمديحه كامل في الاخر، ان جوزك مش هو ايه، مش هو جوزك اللي انت ايه عرفتيه، ده تحول لانسان تاني خالص، انسان غريب يعني. زي ما تشوف هنا ناس قاعد كده وسط الناس وفي دماغه والدنيا بتمطر عليه هو لوحده. وشوف هيتحول بقى تحولاته، بص الوش وتعبيرات وشه والحركات والايماءات اللي عملها في الفيلم. على فكره جبار فعلا فعلا والله بجد. يعني قام بالموضوع يعني بالحبكه، بالدراما، بالاسلوب اللي يحيل فيه فعلا ان هو ايه، انسان من عاقل متزن الى انسان غريب جدا جدا جدا، غريب الاطوار يعني ايه، عنده انفصام في الشخصيه. هو بالظبط تحول الى كده. ارجو ان الفيلم ايه يعجبكم، انه فيلم جميل جدا جدا جدا. هي صحيح النهايه هتزعل شويه، بس هي دي النهايه الصح. برضه باخد على المؤلف سبب دخوله منه لله بصراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.